شايفين الطفل اللي قدامكم في الصورة ده؟ الطفل اللي قدامكم في الصورة ده حكايته تألم، حكايته تخلي أي حد بياخد قرار غلط يفكر مليون مرة قبل ما ياخد القرار ده اللي ممكن يترتب عليه حاجات كتير في النهاية. هي الحكاية يلا بينا عشان أحكي لك، بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو عشان اللايك بتاع حضرتك بيساعد الفيديو ينتشر بين الناس، وعايز أسمع رأيك في كومنت هتقول رأيك، ويا ريت لو مش متابعني يزيدني شرف من حضرتك إنك تتابعني. هتدوس علامة زي تحت صورتي عشان توصلك كل الفيديوهات الجاية، ويلا بينا مع بعض نبدأ ايه اللي حصل بالتفاصيل في أصل الجريمة. الطفل اللي ظهر قدامكم في الصورة ده كان طالع في حلقة مع أستاذ عمرو الليثي من مدة كبيرة، وكان بيحكي عن معاناته اللي حصلت له، عشان كده كان بيعيط طول الحلقة. وأستاذ عمرو الليثي بيسأله طب بتعيط ليه؟ قال له إن هو مش عاوز يعيش تاني بسبب اللي حصل. طب حصل